باشمهندس ايمن، ازاي اقدر استفاد من الراوتر في الانتاجيه بتاعتي، او ازاي احسن الانتاجيه بتاعتي عن طريق الراوتر؟ وهل فعلا الراوتر بيساعد في تزويد الانتاجيه؟ طبعا طبعا طبعا. بص يا سيدي، نسأل نفسنا سؤال: هو انا ليه محتاج الراوتر؟ او انا هجيب الراوتر ليه؟ هعمل بيه ايه؟ الكلام ده على فكره انت ممكن تلاقي اجابته باختصار في جزئيه من بدايه الفيديوهات اللي انا كنت نزلتها في الاول خالص، اللي هو سلسله نتعلم السي ان سي. لكن خلينا نتكلم على حالتنا. انا محتاج الراوتر في ايه؟ طب خليني كده اناقشك في منتج انت بتعمله. مثلا انا جبت ضرفه او جبت جنب وكبسته وعايز ابتدي اشغله، فهاخده احطه على صينيه واقطعه وابتدي زي ما احنا بنقول كده بنروصه، بنظبطه، وبعد كده ابتدي اخرمه، وبعد كده ابتدي اعمل له الافريز، بحيث ان هو في الاخر اجي اجمعه يروح مجمع لي الضرفه كلها، صح كده، ومجمع لي الباب او العلبه كلها كامله. تمام. وقت قد ايه خدته عشان تفنش الشغلانه دي؟ اولا قطعت، جبتها شلتها قطيتها على الصينيه، قطعتها ظبطتها خلاص، والله اعلم هل الحته يبقى فيها صليبه ولا لا. طبعا احنا مش عارفين الصليبه دي، اللي هو الكيرف بتاعك مش مظبوط. يعني الكيرف الصليبه دي مثلا برضه عشان نبقى عارفين. انا عندي ده مستطيل، فالمفروض لما اقيس الدايجونال ده هو نفس الدايجونال ده. لو الدايجونال ده مختلف عن الدايجونال ده، دي يبقى معناه كده ان فيها صليبه. يبقى ده مش مستطيل كامل، ده بيبقى شبه منحرف. طبعا لما بتيجي تجمع العلبه عمرها ما تطلع مظبوطه. طيب، هل انا لما ظبطت الدنيا كده وعملتها هل طلع مظبوطه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، خدت وقت قد ايه عشان انقلها على التخريم؟ رقم ثلاث، خدت وقت قد ايه عشان اعمل الفريزات والمفاحير بتاعتي اللي انا عايز اعملها؟ يعني انت ممكن خلال يوم واحد تقفل لك علبه كامله. طب ايه رايك لو انت جبت العلبه دي او جبت الخامه دي ورحت حاططها على مكنه واحده زي ما هو موجود في الفيديو كده اللي احنا لسه منزلينه، ورحت جاي مخرج ومروص، او ان انت غسلت الحته بالمقاس اللي انت عايزه، وعملت الافريز بتاعك، وعملت التخريم الراسي بتاعك، وعملت التخريم الافقي بتاعك فيما لا يقرب من 3 4 دقائق، هتطلع كام حته في اليوم ده؟ هتقدر تقفل كام علبه؟ هو ده معدل الانتاجيه العالي، هو ده الدقه بتاعتك. انت كل مره بتطلع نفس المنتج بنفس الدقه العاليه. عشان كده مكن السي ان سي اتعمل، يعني هو كان الاحتياج، هي الحاجه ام الاختراع. فالناس لما احتاجت دقه عاليه وبرودكشن عالي وانتاج عالي اخترعت المكنه دي. فانت في جميع الاحوال عايز تحسن انتاجيتك، عايز تزود معدل انتاجك بدقه عاليه وبدون ما يبقى فيه مشاكل ما بين اول قطعه لاخر قطعه، ده تحتاج سي ان سي. وكويس ان انت جبتها، برافو عليك. شكرا يا باشمهندس. حبيبي.